حنكشف الليل عن التصور الثاني اللي بيرسموا لنا العهد الجديد للكنيسة، وهو الجسد. جسد واحد وروح واحد، كما دعيتم أيضا في رجاء دعوتكم الواحد لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح، صادقين في المحبة ننمو في كل شيء إلى ذاك الذي هو الرأس، المسيح الذي منه كل الجسد مركب معا ومقترنا بموازرة كل مفصل يحصل نمو الجسد لبنيانه في المحبة. نحن كأعضاء في جسد المسيح ما بليغ نقعد نهتم باختلافاتنا، فلازم نركز على حقيقة إنه نحن كلنا جسد واحد برغم الاختلافات العرقية واللغوية واللونية والثقافية والجنسية اللي عندنا، لكن في جسد واحد بس مكون من كل المؤمنين الحقيقيين من يوم ال50 ولغاية يوم الاختطاف. أما التعصب الطائفي والتحزبات الكثيرة فهي عاية وعسرة قدام الحقيقة الرائعة دي اللي بيعلن لنا العهد الجديد. أما أنتم فجسد المسيح وأعضاؤه أفرادا. من الأمور المبهجة كمان في الإعلان المسيحي إنه كل الاختلافات الموجودة فينا دي حزول تماما لما نرجع مخلصنا له المجد. عشان كده لازم يكون شعارنا من هسه فلتسقط الأسماء والشيع والأحزاب، وليكن المسيح يسوع هو الرأس الوحيد والأوحد والكل في الكل، ساكن فينا كلنا روحا واحد الروح القدس، ومستنيين رجاء واحد مصيرنا الأبد نكون مع المسيح وشبهه ونشاركه في مجده للأبد. الامتياز في التصور ده الدعوة. الجدير بالذكر هنا إنه كلمة كنيسة باللغة اليونانية اللي اتكتب بها العهد الجديد هي إكليسيا، بمعنى جماعة المدعوين أو جماعة المفروزين من نص بيوتهم. فنحن مدعوين كأفراد في جسد المسيح لأعمال صالحة أعداء لنا عشان نسلك فيها. والمسؤولية في التصور ده التبعية والمؤازرة. التبعية عشان نتبع رأس الجسد يسوع المسيح ويكون هو القائد الوحيد والأوحد للكنيسة، والمؤازرة عشان نقوي وندعم ونحس بباقي الأعضاء المعانا في جسد المسيح. صلاتي لكم أحبائي المشاهدين إن الله الذي خلصنا ودعانا دعوة مقدسة لا بمقتضى أعمالنا بل بمقتضى القصد والنعمة التي أعطيت لنا في المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية، يثبتكم بقوته على احتمال المشقات لأجل الإنجيل. آمين.